أكبر حدث رياضي على وجه الأرض. 48 منتخب، 3 دول مستضيفة، وملايين من الناس حوالين الشاشات في نفس الوقت. بس قبل ما نتكلم عن كأس العالم 2026 خلينا نرجع لأول مرة البشر اخترعوا فيها كورة وحاولوا يحطوها هدف. الحكاية بدأت من زمن بعيد جدا. أقدم لعبة موثقة تشبه شوية كرة القدم كانت في الصين واتسمت سوجو، وده كان في القرنين الثاني والثالث قبل الميلاد. كرة من الجلد خياطة ومحشية ريش وملعب مربع. بعدها انتشرت في اليابان تحت اسم كيماري وكانت جزء من التدريب العسكري. الرومان جابوا اللعبة من أوروبا وابتدى الإنجليز يطوروها بطريقتهم الخاصة. 1863 اتأسس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ودي بقى كانت اللحظة اللي انفصلت فيها كرة القدم عن الرجبي وبقت رياضة مستقلة بقوانينها الخاصة. أقل من 30 سنة ظهرت الأندية وقامت الدوريات وابتدت الجماهير تملى الملاعب. اللعبة اتحولت من شوارع إنجلترا لصناعة بقت مهمة جدا في العالم. كرة القدم دخلت لمصر مع الإنجليز. الجنود البريطانيين اللي احتلوا البلد في أواخر القرن ال19 جابوا معاهم الكورة، لعبوها في معسكراتهم ولعبوها في الشوارع، وبعد كده المصريين بدأوا يتفرجوا وبعدين بدأوا يشاركوا. وفي 1905 شاب مصري اسمه علي مخلص الباجوري قرر يأسس أول نادي مصري لكرة القدم في غرفة بسيطة في محرم بيك في الإسكندرية، وسماه النجمة الحمراء، اللي بقى بعد كده النادي الأولمبي. بعدها بسنتين بس جه الحدث اللي غير كل حاجة. 1907 عمر بيك لطفي أسس النادي الأهلي. مش بس نادي رياضي، النادي الأهلي أصلا اتأسس عشان يخدم طلبة وخريجي المدارس العليا اللي كانوا هم في نفس الوقت العمود الفقري للحركة الوطنية ضد الاحتلال. يعني الأهلي أول يوم كان أكتر من مجرد نادي وموقف. وفي 1911 الجالية البلجيكية أسست نادي قصر النيل اللي اتغير اسمه أكتر من مرة بعد كده، المختلط، فاروق، وبعد ثورة 1952 أخذ اسمه النهائي الزمالك. يعني أكبر ديربي في أفريقيا اتأسس أصلا في وقت الاحتلال، وكل نادي منهم لحد دلوقتي عنده هوية مختلفة. وفي 1921 اجتمعت الأندية وأسست الاتحاد المصري لكرة القدم عشان تبتدي بقى مصر تحكم اللعبة بنفسها. الإنجليز صدروا اللعبة دي لكل حتة حط فيها رجليهم. وفي 1904 تأسس الفيفا، وفي 1930 أقيمت أول نسخة كأس عالم في الأورجواي، ومن يومها المونديال بقى أعلى مستوى تنافسي في كرة القدم وكمان أكبر فرصة اقتصادية في تاريخ الرياضة. الدورة الواحدة من 2019 ل 2022 الفيفا حقق إيرادات وصلت ل 7.5 مليار دولار، ده رقم قياسي في تاريخه. وفي 2025 لوحدها الفيفا حقق إيرادات اقتربت ل 2.6 مليار دولار، الجزء الأكبر منها كان من كأس العالم للأندية الموسعة. دلوقتي كرة القدم مش مجرد رياضة، دي صناعة كاملة، حقوق بس ورعاة وسياحة ومرشندايز وألعاب فيديو وسوشيال ميديا. سوق كرة القدم العالمي تجاوز 3.4 مليار دولار في 2024، متوقع يكمل نموه ل 2030. دلوقتي بقى نيجي للموضوع اللي بيهم كل واحد فينا. مصر عندها تاريخ في كرة القدم محدش يقدر ينكره، 7 بطولات أفريقيا، وده رقم قياسي قاري لسه محدش قادر يوصله. بس في المونديال الحكاية مختلفة. مصر تأهلت لكأس العالم 4 مرات في تاريخها الكروي كله. 1934 إيطاليا، مصر كانت أول منتخب عربي وأفريقي يلعب في كأس العالم على الإطلاق. خسرت من المجر 4-2 في نظام خروج المغلوب من الدور الأول. وسجل عبد الرحمن فوزي هدفين، وبقى هو أول لاعب عربي وأفريقي يسجل في تاريخ المونديال. واخد بالك يا كابتن مجدي؟ 1990 إيطاليا تاني مرة، 56 سنة غياب. وقعت مصر في مجموعة صعبة، هولندا وانجلترا وايرلندا. تعادلت مع هولندا بهدف لهدف، وتعادلت مع ايرلندا سلبيا، وخسرت من انجلترا بهدف وحيد. الهدف الوحيد لمصر في البطولة جه، والله ما قادر اقولها، الهدف الوحيد لمصر في البطولة جه من ركلة جزاء عن طريق كابتن مجدي عبد الغني. 2018 روسيا، 28 سنة كمان غياب. المنتخب صعد بهدف من ركلة جزاء في التصفيات، بس في البطولة خسر ال3 ماتشات،
الأوروغواي وروسيا والسعودية. صلاح سجل طبعا الهدفين الوحيدين، بس كان واضح ان المنتخب مش جاهز للمستوى ده. نيجي بقى للسؤال الصعب. مصر عندها بنية تحتية شعبية هائلة في كرة القدم، شعب محب الكورة، عدد لاعبين ضخم، وتاريخ قاري محترم. بس في المونديال أدائها ومشاركاتها على مدى 90 سنة بيحكي حكاية تانية خالص. مشاركات نادرة ومتفرقة وخروج في كل مرة من الدور الأول. مصر لعبت في تاريخها 7 ماتشات كأس العالم لم تفز في أي منها. الفجوة بين الإنجاز القاري وأدائها في كأس العالم فجوة كبيرة واضحة. وده مش نقد، ده تشخيص واقعي للفرق في التطوير والاحترافية وجودة الدوري المحلي مقارنة بمعظم دول أوروبا وأمريكا اللاتينية. كأس العالم 2026 أمريكا وكندا والمكسيك، 48 منتخب للمرة الأولى في تاريخ البطولة. مصر وقعت في المجموعة السابعة مع بلجيكا وإيران ونيوزيلندا. القائمة بتضم طبعا صلاح، محمود، تريزيجيه، زيزو، إمام عاشور، جيل على الورق يعتبر مقبول. صلاح في الغالب طبعا هيكون ده آخر كأس عالم ليه. مرموش موسمه في مانشستر سيتي كان مقبول، والمجموعة ما تحسش إنها صعبة أو مستحيلة. السؤال بقى اللي كله بيسأله دلوقتي، هل المنتخب هيعدي من دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخ؟ ده سؤال ليكوا انتوا، ايه توقعاتكم لمصر في 2026؟ هل الفراعنة يعملوا تاريخ ولا نكرر نفس السيناريو بتاع كل مرة؟ اكتبوا في الكومنتس ونتقابل ان شاء الله الحلقة الجاية، وما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب. سلام.